want everybody that's going through sadness and failure in their life to see my story and hopefully it brings you joy. السلام عليكم ورحمة الله. يوسف زلال أمام فرصة العمر، يا إما يفوز ويضمن بقائه في منظمة UFC أو ينهزم ويطوى في صفحات التاريخ. وقبل أن نشاهد نزاله المصيري يجب علينا أن نعرف قصته المأساوية التي جعلته ينطرد من منظمة UFC. ورغم نجاحه في المنظمة الجديدة إلا أنه تحطم إلى أشلاء صغيرة. وإن كنت ترغب بأن تحرق هذه القصة فما عليك سوى الانتقال إلى الدقيقة الأخيرة. وقبل أن نبدأ ادعمونا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. بدأ يوسف زلال مسيرته في منظمة UFC سنة 2020 ضد خصمه أوستن لينغو، وفي هذا النزال قدم يوسف زلال أداء مبهر وفاز بإجماع الحكام، وكذلك والمثل في نزاله الثاني والثالث في هذه المنظمة، وكانت سنة 2020 مليئة بالانتصارات. لكن وقبل أن ينتهي العام وبالضبط في 11 أكتوبر تقرر موعد نزاله ضد الجوهرة الإسبانية إيليا توبوريا، والجميع هنا توقعوا بأن يوسف زلال سوف يكون فريسة سهلة لإيليا توبوريا، لكن يوم النزال حصل العكس تماما. يوسف في هذا النزال كان رقم صعب وليس كبقية الخصوم الذين أنهاهم إيليا توبوريا في الجولة الأولى. يوسف تلقى عدة لكمات قوية لكن كان مثل الجبل. وأيضا يوسف وجه بعد اللكمات والركلات، وحتى أنه كاد أن يخضع إيليا توبوريا. النزال استمر بالأخذ والعطاء إلى آخر دقيقة من النزال، وفاز إيليا توبوريا بفارق بسيط. وبعد هذا النزال تخاذل يوسف زلال وتوالت عليه الهزائم. وفي سنة 2022 تواجه ضد بلاكشير، وفي هذا النزال كاد أن يخضع زلال من أول جولة. وفي الجولة الثانية حاول يوسف زلال أن يخضع بلاكشير، لكن الأخير خرج وكاد أن يخضع يوسف زلال للمرة الثانية. أنقذ زلال بسبب الجرس. وفي الجولة الثالثة سيطر المغربي بالطول والعرض. انتهى النزال بقرار الحكام والنتيجة كانت التعادل. وللأسف ما قدمه يوسف زلال لم يعجب الرئيس، فتم فسخ العقد وطرد من UFC. وفي نفس السنة وقع عقده مع منظمة سبارتا، ونزاله الأول أنهاه بالقاضية من أول جولة. وأيضا وفي نزاله الثاني أنهى خصمه جيك من أول جولة. وفي 19 أغسطس من سنة 2023 تواجه ضد خصمه فيديم على لقب البطولة. بدأ النزال بتركيز كبير من يوسف زلال، ولاحظ بأن خصمه فيديم خطير جدا في الواقف، فحول النزال للقتال الأرضي. وقبل نهاية الجولة أحكم يوسف زلال قبضته على عنق خصمه وتمكن من إخضاعه. يوسف زلال فاز في 3 نزالات متتالية وفي الجولة الأولى، لكنها تبقى منظمة عادية. وكم من مرة أظهر يوسف زلال رغم فوزه انكسار وحزن شديد. المهم، وبينما توج يوسف زلال بطل لهذه المنظمة كان هنالك نزال ثاني على لقب البطولة في منظمة UFC، وفي هذا النزال سقط بطل من أبطال UFC على يد الجوهرة الإسبانية إيليا توبوريا.
إيليا توبوريا أصبح البطل الجديد، ولم يستطع أحد أن يصمد أمام هذه الآلة الفتاكة، لكن المغربي قد فعل. ومع انسحاب ميراندا وتناقل الكلام عن صلابة المغربي أمام الآلة الفتاكة إيليا توبوريا، وهنا الرئيس دانا وايت أعطى الفرصة ليوسف زلال، والأخير قبل بسرعة البرق وكان ممتن لهذه الفرصة. And I feel like me going to war with him, me finishing him with submissions, me finishing with a TKO, KO, I don't know. You'll see what I'm talking about with the maturity and just the confidence of the style and the changes and all that stuff. مرت الأيام وأتت الليلة التي يثبت فيها يوسف زلال نفسه في هذه المنظمة أو يطرد نهائيا. Of Casablanca, Morocco, here is Yusuf, the Moroccan Devil Zalal! وفي بداية النزال دخل يوسف زلال بتركيز كبير جدا، وكان يستهدف خصمه بركلات منخفضة. بيلي حاول أن يضغط على زلال، لكن الأخير تمكن من تفادي الهجوم ووجه ركبة قوية لوجه خصمه، وأيضا أصابه بعدة لكمات. وبعدها أسقط يوسف خصمه أرضا، وكان قريب جدا من إخضاعه. وفي بداية الجولة الثانية بدأ بيلي بضغط رهيب، لكن المغربي سيطر على الوضع وتمكن من إسقاطه بطريقة رائعة. وبعدها زلال انقض على خصمه مثل الأخطبوط، ولم يطل الأمر حتى تمكن من خنقه. Takedowns is Yusuf Zalal, the fourth straight fight in the UFC. He's got a takedown. Gets it. This is tight. Trying to sink it in. This is tight. This is under. And there's the tap. Yusuf Zalal back. يوسف زلال عاد بقوة كبيرة وأثبت بأنه الآن قادم من أجل أن يعوض التخاذل الذي بذله في الأول. مبروك للمغربي يوسف زلال، ونتمنى أن نشاهده في كل مرة ينهي الخصوم ويصعد في سلم التصنيف ليتواجه مرة أخرى مع الملك إيليا توبوريا. المهم هذا ما عندي في هذا المقطع، أتمنى أن ينال إعجابكم، وأنتم أعطونا آراءكم في الأداء الذي قدمه يوسف زلال. وكان معكم محمد المحسيني من قناتكم توري، والسلام عليكم ورحمة الله.